بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في وقت من الأوقات كل واحدة فينا بتحس إنها محتاجة تختفي، مش هروب ومش ضعف، لكن علشان تبعد شوية عن دوشة الناس وكلام الناس وتوقعات الناس وتسمع صوتها هي. الاختفاء اللي بنتكلم عنه مش إنك تقطعي علاقتك بكل الناس فجأة ولا تعملي نفسك مش موجودة. الاختفاء هو إنك تبعدي عن كل حاجة كانت بتسحب منك طاقتك علشان ترجعي لنفسك. يمكن طول الوقت كنتي متاحة، أي حد يكلمك تردي، أي حد يطلب منك تساعديه، أي حد يحكيلك تسمعيه، لدرجة إنك نسيتي نفسك، نسيتي تسألي أنا عاملة إيه، أنا محتاجة إيه، أنا مرتاحة. أول خطوة في الاختفاء الصح، قللي ظهورك. مش لازم كل حاجة تعلنيها، مش لازم كل الناس تعرف عملتي إيه ورحتي فين وحاسة بإيه. مش كل فرحة بتتحكي ولا كل وجع يتقال. في حاجات لما تستخبى بتكبر بشكل أجمل. أهدافك مثلا خليها بينك وبين ربنا، خططك خليها هادية، تغييرك خليه يظهر في النتيجة مش في الكلام. تاني خطوة، اسكتي شوية. مش كل حاجة محتاجة رد، مش كل استفزاز محتاج دفاع. أوقات السكوت بيكون راحة وبيحمي طاقتك. لما تبطلي تشرحي نفسك لكل الناس، لما تبطلي تحاولي ترضي الكل، هتحسي بحرية. تالت خطوة، ارجعي لربنا. أحلى اختفاء هو لما تختفي من الدنيا شوية وتظهري قدام ربنا أكتر. صلاة في وقتها، قرآن حتى لو صفحة، دعاء بينك وبين ربنا، قيام ولو ركعتين. في لحظات الخلوة دي هتعرفي نفسك من جديد. أوقات بنضيع وسط الناس ونفتكر إن الحل إن حد ينقذنا، لكن الحقيقة أحيانا لازم نختفي علشان نلاقي نفسنا. اختفائك مش معناه إنك زعلانة من حد، معناه إنك أخيرا قررتي تبقي مهمة عند نفسك. لكن السؤال المهم هو، اختفي ازاي من غير ما أجرح حد ومن غير ما أحس بالذنب؟ أول حاجة، ابدأي تقللي الوصول ليكي. مش لازم تردي في نفس اللحظة، ومش لازم تكوني متاحة طول الوقت. خلي في وقت ليكي، موبايلك بعيد وانتي قافلة بابك على نفسك وعلى أفكارك. مش كل رسالة لازم تترد فورا، مش كل مكالمة لازم تتردي عليها حالا. انتي مش مطالبة تفضلي جاهزة للكل طول الوقت. تاني حاجة، اعملي هدوء داخلي مش بس خارجي. ممكن تكون بعيدة عن الناس لكن دماغك لسه مشغولة بيهم. فلانة قالت ايه، مين زعل، مين ملاحظ غيابي. سيبي كل ده. الاختفاء الحقيقي يبدأ لما تبطلي تفكير الناس هتقول عليا ايه. ابدأي يومك بسؤال جديد، انا محتاجة ايه النهاردة. تالت حاجة، ابني روتين جديد ليكي. لو اختفيتي وسبتي فراغ هترجعي لنفس الدوامة، لكن لو اختفيتي وبدأتي تبني نفسك هنا يبدأ التغيير. اقرأي، اتعلمي حاجة جديدة، رتبي اوضتك، اهتمي بنفسك، اكتبي افكارك، اعملي رياضة بسيطة، اقعدي مع ربنا شوية، خلي وقتك يتملي بيكي بدل ما كان مليان بالناس. رابع حاجة، ما تعلنيش انك بتتغيري. بلاش تقولي انا هختفي او انا هبدأ صفحة جديدة. اعملي ده في هدوء. اجمل تغيير هو اللي الناس تلاحظه من غير ما تشرحيه. خليهم يسألوا، هي بقت اهدى، هي بقت اقوى، فيها حاجة اتغيرت. وساعتها انتي هتكوني فعلا بدأتي توصلي. الاختفاء احيانا بيكون علاج. البنت اللي تعبت من المقارنة، الست اللي تعودت تدي نفسها للكل وتنسى نفسها، للقلب اللي محتاج راحة. بعد ما اختفيتي شوية، بعد ما هديتي، وبعد ما بدأتي تسمعي نفسك بدل صوت الناس، هيجي السؤال الأهم، أرجع للناس إزاي؟ الإجابة، ارجعي، لكن مش بنفس النسخة القديمة. ما ترجعيش بنفس التسرع، بنفس التبرير، بنفس التنازل اللي كان بيتعبك. ارجعي وانتي عارفة حدودك، عارفة امتى تقولي لأ من غير خوف، عارفة ان مش كل الناس تستحق نفس القرب، وعارفة ان راحتك النفسية مش أنانية، دي ضرورة. الاختفاء الحقيقي علمك حاجة مهمة، ان وجودك مش لازم يكون متاح للكل علشان تكوني طيبة. ممكن تبقي محترمة لكن مش متاحة دايما. ممكن تحب الناس لكن تحافظي على مساحتك. ممكن تساعدي لكن من غير ما تكسري نفسك. لما ترجعي الناس ممكن تستغرب، ممكن يقولوا اتغيرت، بقيتي بعيدة،
مش زي الأول. وما تخافيش من الكلام ده. أوقات التغيير بيبان للناس كأنه بعد، لكنه في الحقيقة قرب منك لنفسك. لو في حد بيحبك بصدق هيحترم حدودك الجديدة، ولو في حد كان متعود ياخد منك بس هيضايقه جدا انك بقيتي بتحطي نفسك اولا، وده طبيعي. افتكري دايما مش كل اختفاء خسارة، واحيانا لما تبعدي عن الضوضاء بتسمعي قلبك لأول مرة. اختفي شوية، مش علشان تهربي من حياتك، لكن علشان ترجعي لها أقوى، أهدى، أوعى، وأقرب لربنا. خلي بينك وبين ربنا وقت ما حدش يعرف عنه حاجة، دعوة، دمعة، سجدة طويلة، لأن أعظم تغيير بيبدأ من الداخل، من مكان محدش شايفه غيره. لو حسيت إن الوقت جه علشان ترجعي لنفسك، ابدأي بخطوة صغيرة النهاردة. اقفلي باب الضوضاء وافتحي بابك لنفسك ولربنا. ولو الكلام لمس قلبك، اشتركي في القناة وكملي الرحلة معايا، يمكن تكون دي بداية النسخة الجديدة منك. وإلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.